احنا الفلس الاحمر والفلس الابيض والفلس الاسود كل ذني نصرفهم باليوم الابيض. يوم من القضايا اللي هالايام عندنا في شبابنا للاسف، وشبابنا في بلادنا، مو شباب في العالم، لان في العالم مو شكل. هذا الشاب عمره 20 سنه يريد يركب سياره 10 شدات، ويريد بالسنه يسافر 10 مرات، ويريد عنده بيت خاص به، ويريد جيبه متروس من الفلوس، ويريد. غلط هذا، غلط هذا. انت لازم تسعى، لازم تركض. انا شفت واحد اجى على عائلته على اهله، قال لهم تعالوا بيعوا البيت. يابا ليش نبيع البيت؟ قال انا ما عندي استقبال، انا باني بس استقبال ما عندي، انا وين استقبل ضيوفي؟ فاهله حكوا وياي، دزيت علي قلت له تعال بابا. قال لي شنو؟ قلت له والدك يوم اللي كان بعمرك كان عنده استقبال، والدك يوم كان بعمرك ما كان عنده هذا الشيء، تعب شقى اشتغل لان بنى هذا البيت وسوى لروحه استقبال. انت متعب واشتغل ابني لروحك استقبال. لا تعالوا انتم جهدكم ارد صادره كله حتى انا اريد اعيش الان احسن عيشه. وربما هذا تدليل بعض العوائل لاولادهم، بعده بالجامعه مشتري له سياره اخر موديل وكذا. زين هذا شنو تتوقعه؟ شلون تتوقع بمستقبل ان يواجه مصاعب الحياه؟ لا. المهم ارجع الى حديثي، هذولاك هم فكروا بروحهم، هم فكروا بأن يكشخوا، أن يعيشوا، أن يرتاحوا، لكن علموا حقيقة هذه الدنيا وحقيقة هذه الحياة. ادخروا الفلس الأحمر اليوم الأسود. احنا الفلس الأحمر والفلس الأبيض والفلس الأسود كل ذني نصرفهم باليوم الأبيض، يوم الأسود الله كريم. اي واقعان، هذا واقعنا.